بسم الله الرحمن الرحيم. الزلفلاون، مرحبا يسوان، السلام عليكم. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ولقاء جديد ووصفه جديده. نتمنى ان شاء الله تلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم جيتكم بواحد الوصفه تاع البوراك بالدجاج، يجي بزاف بنين. شوفوا قد اللي نشكره لكم قليل، يجي بنين ويجي هذيك لافارس، هذاك الحشو تاع البوراك ما يجيش ناشف، وتاني كيدير لكم كميه كبيره. هنا عندي حبه تاع البصل تكون كبيره البنات، ولا دوز حبات، هي على حسب الكميه تاع البوراك اللي راكم باغيين ديروها. انا بهاد المقادير ودرت لي الله يبارك كميه مليحه، درت منها 2 جور باسكو كنت صايمه. فوالا درت حبيبه تاع البصل تكون كبيره، درت شويه زيت خليتها يحمى، ونخلي هذيك الحبه تاع البصل قطعوها البنات ما ترابوش، قطعوا البصل تاعكم تسيديه باش يذوب ويقعد باش ما يطلق لكمش الماء. فوالا نخلو هذاك البصل تاعنا يدبال في هذيك الزيت اللي درناها. ابخي نزيدو عليه، انا عندي غير نص صدر تاع الدجاج، شوفوا البنات غير نص، ميم با سي لو كار، غير نص هذاك النص درت تاعه الربع صدر تاع الدجاج، ماشي بزاف. ندير عليه شويه ملح، شويه كركم، شويه فلفل اسود الحرور، وندير على راس المغرف تاع القرفه، ونزيد نقلي هذاك الدجاج مع هذيك البصيله، ونخليه حتى داك البصل حتى يطيح. نجي ابخي نزيد عليه كميه مليحه البنات. هنا باش يجيكم بنين قلوه، الا هذاك البصل يدبال يطيح في هذاك الزيت ويتقلى مليح مع الدجاج. ابخي نزيدو عليهم مع هذوك التوابل، ابخي نزيدو كميه مليحه تاع المعدنوس. صدقوني البنات نتمنى تجربوه بهذه الطريقه. كنت درتها ديجا في القناه، في وصفه من الوصفات تاع رمضان، بصح كانوا داخلين معاه وصفات واحد اخرين دونك ما بانش مليح. هنا نزيدوا عليه كميه مليحه تاع المعدنوس، درت اون بون كونتيتي تاع البيرسيل مقطع، نزيدو نقلو ابخي نمرقوا. نديروا واحد الكاس هكاك تاع الماء، ونخلوه. شوفوا البصل تاعنا دبل، ونخلو لاصوص تاعنا طيب في غطها، يطيب هذاك البصل ويطيب هذاك لو بلون بولي، نعرفوه باللي ساهل طياب. انا هنا مرقته، غادي نغطي عليه ونخليه يطيب. بعد اللي طيب هذاك الطرف تاع البيض تاع الدجاج نقلعوه، ونحسوا المرقه نشفت، نقلعوا هذاك لو بلون بولي، ونخلوا هذاك البصل ينشف من هذاك الماء تماما، ما نخلوش كاع المرق، نخلوا هذاك البصل واقف غير في هذيك الزويته. ونجيبوا هذاك البلون بولي نفتوه، نزيدوه على البصل تاعنا، ونزيدوا عليه 2 حبيبات تاع البيض. نزيدوا عفوا اولا قبل ما نزيدوا لو بلون بولي، نزيدوا 2 حبيبات تاع البيض على هذاك البصل البنات، ونطيبوهم. شوفوا البنات البيض تاعكم يطيب بصح يقعد الحشو طري، يقعد الحشو ماشي ناشف. الحشو تاع البوراك تاعكم ماشي ما يجيش ناشف. بصح شايله الحاجه اللي نوصيكم عليها، ما تخلوش الماء لاصوص، ما تخلوهاش، خلوه حتى يشرب كاع هذاك الماء، وتقعد هذيك البصله اللي درناها تقعد واقفه غير في هذيك الزويته اللي تقلات فيها. ها ولا هذاك البصل مع البيض، نزيدو عليه هذاك لو بلون بولي صدر الدجاج اللي كنا فتتناه. ابخي نجو نعمرو ديول تاعنا. هنا في هذه المرحله تبغوا تزيدوا الجبن فخوماج معاهم هنايا مع البصل والدجاج والبيض وكاع، سينو ديروا كيما درت انا، كنت ندير كميه تاع الحشو ونزيد عليها ان بتي مورسون تاع ان بتي مورسو تاع الفرomage فوندو. فوالا. وهنا البنات نجي نعمر، قسمت الحبه تاع الديول على 2، وطويت هذاك لو كوتي اللي يجي مقوس، وندير على شكل سامسا. هنايا تبغوا تشدوها تغلقوا مليح باش ما تنحلكمش في المقله بهذاك لاكول اللي نصنعوها بالفارينه والماء. سينو تمقصوا هذاك الزائد بالمقص، وريت لكم الطريقتين. سينو ديروهم دي سيغار، تشكلوا البوراك تاعكم كيما تبغوا. نتمنى ان شاء الله تجربوه. شوفوا البنات انا هنا راني وريت لكم الكميه تاع الحبيبه تاع البوراك اللي درتهم، انا درت على حسب افراد العائله تاعي ماشي بزاف، وبقى لي الحشو دسيته ودرت به تانيك اون دوزيام فوا. فوالا هنا البوراك تاعي نقليه على نار متوسطه هذه كيما نقلوا البوراك البنات، حتى يحمر، حتى يدي هذيك لا كولور دوغي، ونوريه لكم ان شاء الله واجد في صحن التقديم.
هنا البوراك تاعنا راه واجد، يجي الشكل والمذاق تاني كيف كيف. نتمنى ان شاء الله تجربوا هاد الوصفه، احتفظوا بها ان شاء الله للشهر الكريم. فوالا، ودوك نقطع معكم حبه تشوفوا درتها مع الحريره. انا كنت صايمه، فوالا نقول لكم هذه هي الوصفه تاعي معكم اليوم. نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوه وتقولوا لي في التعليقات، وإلا عجبتكم اكيد خلوا لي لايكات وخلوا لي تعليقات. تهلوا في رواحكم، انا شوفوا كيجي. تهلوا في رواحكم، تهلوا في صحتكم، في رعايه الله، سلام.